حصل؟ اللي حصل بعد ما طلعنا من المطار من قدام الصاله واحنا داخلين على الفندق، قبل الفندق ب 100 متر في ناس في الشارع مصريين بيقولوا مصر، يعني مش اكتر من كده. هم بداوا يشتموا فيهم من جوه الاتوبيس، شتمونا طبعا، والناس المسؤولين اللي فيهم شتمونا شتيمه جامده كمان، عشان انا ما قلتش الكلام ده قبل كده، بس هم شتمونا شتيمه جامده، واخد بال حضرتك؟ وبداوا يبصوا للناس اللي بره باشارات، مش طايلين ان هم يوصلوا صوتهم للي بره، مش عارفين في شواكيش في الباص محطوطه للطوارئ، شالوا الشواكيش دي وبداوا يكسروا بقى الازاز ويشتموا الناس الجمهور اللي بره. دخلنا قدام الفندق، في عربيه داخله الفندق، ففي زحمه وبتاع. المهم طبعا جاء واحد مسؤول من اللي معاهم، ما اعرفش اذا كان رئيس اتحاد الكوره، اذا كان الوزير، ما اعرفش مين فيهم. شدني طبعا من كرافته والقميص، قطع لي القميص، واخد بال حضرتك؟ وبطل العربيه، واحد مسؤول معاهم بطل الاتوبيس وخد المفتاح في جيبه، وهو بيضربني عايز نفتح باب العربيه. طب افتح باب العربيه ازاي والمفتاح معاك؟ اديني المفتاح، اداني المفتاح، فتحت العربيه وراح واخد المفتاح تاني ورحت فتح له الباب. بعد كده خلاص نزلت. بس انت قلت ان في حد او شخصيه مسؤوله هي اللي اعتدت عليك وضربتك. لان ده كان قاعد في الباص لوحده في الكرسي الاولاني لوحده، يعني شخصيه بارزه. انت قلت انه وزير الشباب. ايوه انا قلت انه وزير الشباب لسبب، لان رابع سعدان كان قاعد هو واحد جنب منه، واخد بالك؟ هو قاعد في الكرسي اللي مقابل ليه لوحده. ومين اللي قطع لك القميص؟ هو الشخصيه البارزه دي. هو الشخصيه البارزه. هو وعلى فكره الاستاذ محمود الشامي قال لي انا شفتك دلوقتي وانا بقول له فوق في الفندق، قال لي انا شفتك انا شفته وهو بيضربك. قلت له تستشهد بمحمود الشامي في فتحات النيابه؟ قلت له ليه يا استاذ محمود انت شفته وهو بيضربني وشفته بيشدني؟ طب ما اتكلم. قال انا تحت، قال الكلام ده فوق قدام الناس، قدام الشهود اللي معايا اللي هم شاهدين على الواقع. شاكوش الامان اللي كان معاك مين معايا؟ ده متعلق اللي هو معاك في الاتوبيس، يعني مش معاك في جيبك. مين اللي خرجه من المكانه او سحبه؟ لا ده سحب عادي، ده الحزام بتاعه بلاستيك، ممكن تشده الطبيعي عادي جدا. يعني كل الكسر من جوه، كل الكسر من جوه، وكل الشواكيش اللي في الاتوبيس كلها اتشالت ما عدا الشاكوش اللي فوق دماغي اللي ورايا، اللي قايم اللي ورا مني، ده وريته للنائب العام او للنيابه قصدي، لوكيل النيابه قصدي، وكان مخلوع من مكانه، بس ما كانش وقع، كان مخلوع بس من مكانه. كنت بقول له شالوا الشواكيش اللي زي ده، قلت له بص حضرتك تلاقي الشاكوش متشال من مكانه، شالوه من مكانه طبعا، ده اللي كسروا بيه الازاز. حاج ابراهيم، انت قلت كمان ان حاج خيري عفوا، انت قلت كمان ان يعني الناس كلها كانت متحامله عليك رغم ان انت استقبلتهم وانت معتاد ان انت تكون مع الوفود الرياضيه. يعني الشركه بتاعتكم كانت هي اللي واخده مونديال شباب 2009. ايوه ده شغل احنا. الكلمات اللي انت استقبلت بقى الوفد الجزائري، ايه الكلمات اللي انت استقبلت بقى؟ اول حاجه قلتها لهم، قلت لهم انتوا نورتوا مصر والجزائر بلد واحده.